احب اسالهم، واي واحد من رؤساء الاحزاب ال 24 جاوب عليهم، في مصر 24 حزب رسمي، فاتمنى واحد من ال 24 على الاقل يجاوب على السؤالين دول. ارجو انه ما تظهروا بالشفافيه، ويكون عندكم الجراءه ان واحد يجاوب على السؤالين اللي هسالهم بوضوح. السؤال الاولاني: بعد التعديلات الدستوريه، طبعا اكيد كلكم عارفينها، خصوصا البند رقم 76، هل فيكم حزب فيه واحد هيقدر يتوافق عليه انه يترشح نفسه او عنده الفرصه انه يرشح نفسه رئاسه الجمهوريه؟ انا ما افتكرش. يا ريت اسمع الاجابه بتوضيح. نمره 2: لو ما حدش هيقدر يرشح نفسه، لان قانون البند رقم 76 متفصل على واحد يوافق على رئيس الجمهوريه، غير واحد كده ما فيش. السؤال الثاني: هل تفتكروا في انتخابات الجايه لمجلس الشعب في حزب فيكم هيفوز بالاغلبيه؟ ده الحزب الوطني في مجلس الشعب. هل عندكم ثقه ان دي هتحصل؟ ده السؤالين اللي عايز واحد من رؤساء الحزب يكون عنده الشجاعه والجراءه ويكون صريح جدا ويرد عليا على الانترنت عشان الناس تسمع. لان في حاجه انتم مش واخدين بالكم منها. زي ما النظام مش عارف ان الشعب كرهه ومش عايزه، انتوا كمان مش فاهمين ولا سامعين الشعب. الشعب دلوقتي بدأ يفقد الثقة فيكم. الشعب بدأ يظهر له بان اللي انتوا بتعملوه وبأحزابكم وبالناس اللي انتوا بتمضوها في احزابكم وبال 24 حزب وال37 لسه اللي هيتوافق عليهم بتقدمين، كانها تمثيليه بتعملوها انتم والنظام ضد الشعب المصري. فيا ريت يكون في عنده واحد فيكم عنده شفافيه وصراحه وجراءه ويقولها بصراحه. يا اما استمراركم عشان ال 250,000 جنيه اللي تدفع لكم كل سنه من المساعده الامريكيه لتطبيق الديمقراطيه. كلام الشعب بصراحه. لو ما حدش فيكم يرد يبقى معناها ان كنتم بتمثلوا على الشعب. بس ازاي انتم والنظام وصلت بيكم السخافه بانك تتهيئوا ان الشعب المصري ساذج؟ الشعب المصري بدأ يكره حياته. الشعب المصري بدأ يفكر انه يهرب من البلد. ده اللي انتوا عايزينه؟ خليكم صراحة وخلي فيه شفافية. المطلوب منكم اي واحد ما يقدرش يرد على السؤالين دول بنعم، يبقى مطلوب منه يرفض ال 250,000 جنيه ويقفل الحزب ويطالب بوحدة وطنية. انضموا كلنا مع بعض ونقولوا للنظام لا، انت غير شرعي. هنا لو عملتوا كده يبقى الشعب كله هيحترمكم. انما صدقوني لو ما عملتوش كده وضيعتوا وقت واستمرتوا في التمثيليه مع النظام، في الحاله ديت الشعب لما هيهيج مش هيلجأ لولا واحد منكم ومش هيعترف بولا واحد منكم. صدقوني نظام الحنجره في مجلس الشعب والاعتراضات على الفاضي، الشعب مش عايز يشوف كده. الشعب عايز يشوف خطوه بيغيره. الشعب عايز يشوف خطوه لقدام. الشعب عايز يشوف تغيير. الشعب الامل مات عنده. وصدقوني الوقت مش من صالحكم، لان ايه اللحظه اللي الشعب هيقوم فيها محدش يعرفها. هتحصل مره واحده زي ما حصلت يوم 18 19 يناير، ومش هتقدروا تنقذوا نفسكم. فيا ريت يكون عندكم الصراحه والجراءه والشفافيه وتعلنوها. هل هي عمليه بيزنس بتكسبوا فيها؟ هل هي عمليه كراسي انتم محتاجينها عشان استخدام اعمال ومصالح؟ التمثيليه طولت ودمها بقى تقيل. حددوا موقفكم
كل واحد يحدد موقفه، رئيس الحزب بنفسه، ما تحطليش اي حد من عندك على الانترنت، وحدد موقفك. انما الاستمرار في التمثيليه ديت بدأ يخنق الشعب. انا بنصحكم، مش معقولة تتجاهلوا الاسئلة دي. هوصل الاسئلة دي لكل واحد فيكم عن مكتبه. في ناس في مصر هتوصلها لكم عن طريق الانترنت او عن طريق اي شيء تاني، بالايميل او في مكتبك. وبعدين مفيش حد فيكم ما بيشوفش الانترنت، فانا متاكد ان كلكم هتسمعوا المسج ده وتسمعوا السؤالين. الاجابه صح وسهله، يا يا لا، وايه موقفك؟ اقنعنا، وصدقني لو اقنعتنا كلنا هنبقى معاك، بغض النظر انتوا جماعه ولا حزب. اللي ما كده صوتوا